بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. تحياتي ليكم، معاكم المهندس أحمد مصطفى، الشرق الأوسط للاستثمار والتطوير الزراعي. النهارده 25/5/2025 معرض ظهور الربيع، والمعرض دوت السنة دي سنة 25 مقام في المتحف الزراعي. النهارده عاملين فعالية لتدوين التاريخ. إن شاء الله بعون الله زي ما أنتم شايفين كده بنعمل حديقة تاريخية لأشجار البولونيا الأسترالي ال001. دي حديقة تاريخية تبقى موجودة ديفرنس لينا ولأولادنا وأولاد أولادنا، إن هي تبقى أشجار البولونيا مستوطنة داخل المتحف المصري. أشجار البولونيا المصرية ال001 اللي من أمهات مصرية، اللي استوطنت في مصر سنة 93 وكان أول استيطان في كلية الزراعة جامعة عين شمس. طب نيجي نتفرج على الشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. في شتلة هنا دي عمر سنتين، قطعنا ربينا المجموع الخشبي، قطعناه وربينا. ودي شتلة ودي عمر سنة برضو، قطعنا ربينا. عايز اقول لك من النقطة دي ان احنا الاول يهمنا اللي احنا نربي مجموع جدري قوي لأشجار البولونيا عشان تقدر تدينا معدلات النمو اللي بتبدأ من شهر 5 لغاية شهر 10 بمعدل 2 بوصة في الأسبوعي، وسنوي 20 سم. ما شاء الله تبارك الله. سؤال يا فندم. جايبينها برضو عشان نقول إن هي ممكن تبقى ناتج العقل الجذرية. نوع إنتاجك، مش شرط انفيترو بس دلوقتي، ممكن عن طريق المجموع الخضري، ممكن عن طريق المجموع الجذري، ممكن عن طريق الانفيترو. وده الخشب بتاع البولونيا، اللمعه بتاعته اللي هو اسمه الخشبونيوم، ما بيتاثرش بالماء نهائي، ضمان طول العمر. عملنا منه شرايح الباركيه، عملنا منه المعدات اللي خاصه بالمطابخ وبالمطاعم اللي ما بتاثرش بالميه وبالحراره العاليه، وفيها عرق فضي زي الالومنيوم. وشريحه زي دي هتشوف هتلاقيها صغيره خالص، مرنه خفيفه الوزن، ما بتجيلهاش الحشره ولا السوسه، وبسم الله ما شاء الله تستخدم في الهارد وود، الحاجات اللي هي تقيله والصعبه. وديت توضح عمر الشجره، سنه 2 3 4 5 6 7 8 9. دي عمر 9 سنوات. دي الحلقات اللي بتدل على السنوات. السنه دي اللي هي الصيفي، ودي السنه الشتوي اللي بيحصل فيها عمليات السكون اللي هو الخط اللي هي الخط الغامق ده. تحياتي ليكم مع تحيات المهندس احمد مصطفى. سؤال يا فندم قبل ما حضرتك تخدم. السؤال دلوقتي، هل بالفعل شجرة البولونيا أصبحت من الأشجار المستوطنة أو المتوطنة أو المتفاعلة مع المناخ المصري؟ الحمد لله والشكر لله. خلاص احنا عاملين نسيج يتحمل من -10 ل 75 درجة مئوية. ما شاء الله. الحمد لله. وبقى عندنا دلوقتي إنتاج أخشاب بأعمار كبيرة. طب وبالنسبة لقدرة تحملها مع التربة وتفاعلها مع التربة؟ زي الحلويات، ما تتحملش الملوحة، أقصى حاجة 800 بي بي. والبي اتش لازم يكون متوازن، والارض تبقى جيده السمك. عندك الثلاثه دول هتنجح معاك. والمناخ؟ المناخ مش شرط، خلاص في اي مكان البروده وبتتحمل الحر، انا ما تمام. بس المناخ كل ما هو يبقى رطب بيبقى افضل. تحياتي ليك. تمام. شكرا يا فندم. تحياتي. شكرا مهندس احمد.